السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. خلاص حياتي ابطال ان شاء الله. خلاص كام يوم نبدا باذن الله امتحانات، وكل واحد ان شاء الله يدخل كليه تحقيق احلامه ويكون مبسوط باذن الله ومفرح اهله وفرحان هو كمان وسط تحقيق احلامه. ان شاء الله هتكون نهايه سعيده وهتكون نهايه مكرره بالنجاح. بس انتوا خلاص خد نفسك كده وكمل كده واستعين بالله وربنا ان شاء الله يكرمك. ما تيأس طول ما فينا امل، ما نيأس طول ما لسه في وقت، ما نيأس طول ما الامتحان مش النهارده، ما نيأس الامتحان مش النهارده. تقدر تعمل كل اللي في وسعك، تقدر تشتغل تاني وتنجز تاني وتكون قصة نجاحك وقصة بدايتك تدي امل للاخرين، تدي امل للاخرين لما تيجي تحكيها وتيجي تعبر انت تعبت ازاي ووقفت ازاي ونجحت ازاي، وانت كان عندك ظروف قليله خالص، وقت قليل، امكانيات قليله، تعب كبير قوي. هيكون حقيقي قصه نجاحك معبره ومؤثره كتير في الاخرين. فرجاء ما تيأس وما تزعلش من اي حاجه عدت عليكم، من اي تعب انت مريت بيه. كمل يا بطل وان شاء الله ربنا هيكرمكم. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن لم الكيمياء في 5 ايام. بعد ما عملنا الفيديو بتاع لم الفيزياء في 5 ايام الناس كلها يا دكتور الكيمياء انقذينا مش عارفه ايه. فانا هقول لكم ان شاء الله الكميه دي تتلم في 5 ايام وتتلم بطريقه بسيطه. الناس اللي بتقول تقعد تعمل كومنتس، يا جماعه الكومنتس بتضايقني بس ما بحطهاش في دماغي، اللي هي ده اي كلام. ازاي المنهج ده كله هيتلم في 5 ايام؟ ازاي منهج بالنسبه سنه كامله هيتلم في اسبوع؟ حضرتك احنا عندنا مواد في طب اصعب من ده بكتير. بنسمع اهم الكلام اللي بيبقى موجود في المحاضرات، بنشوف اهم الاسئله اللي موجوده، بنشوف اهم التريكات والاسئله اللي بتتكرر، بنحاول نحل كام امتحان كده، بندخل الامتحان ربنا بيكرمنا. ليه؟ لان دي طاقتنا، دي وسعنا، ده اخرنا. احنا اي نعم قصرنا في اللي فات بس في اللي جاي ان شاء الله هننجز. الايه اللي دايما تمثلني في الموقف ده انه خلاص انا حاسه ان انا قصرت في اللي فات كتير قوي واللي جاي قليل، اللي جاي مش زي اللي فات اكيد. فبفتكر الايه تقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. مهما بلغ بيا اليأس الايه دي بتطمني، مهما بلغ بيا الزعل الايه دي كده بتطبطب على قلبي قوي، وبحس ان انا فرحانه وطايره من السعاده ان ربنا سبحانه وتعالى حاسس بينا وحاسس بألمنا وحاسس بتعبنا وحاسس بتقصيرنا، وبرضه بيقول لنا يا عبادي. قال لنا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الايه اللي بعدها بقى بتحثك على السعي والعمل، وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب الى اخر الايه. المهم انت خلاص تعبت وعرفت موضع اليأس اللي عندك وعرفت مشكلتك كانت ايه. الايه اللي بعدها اتحرك بقى، خلاص ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ويغفر لك على اللي فات. اللي بعدها اتحرك واسعى بقى. بلاش نقلل من مجهود الاخرين وبلاش نقلل من عزيمه الناس اللي عايزه تبدا بالكلام اللي احنا بنكتبه ده. افتكر ان كل كلمه بتكتبها بتحاسب عليها فعلا، ومش اي حاجه تكتبها، مش اي حاجه تكتبها ما تعرفش هي تاثر ازاي في غيرك، سواء انا سواء اي حد تاني بيقرا الكومنت. فناس كتير بتتاذي من الكلام ده. فبجد نفكر بس شويه صغيرين قبل ما نكتب اي كلمه تودي بينا في حفره من حفر النار. تمام. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الكيمياء. طب الكيمياء هتلم ازاي في 5 ايام باذن الله؟ بصوا احنا كل يوم ان شاء الله نقسم الكيمياء ده احنا بنذاكر الكيمياء بس. عايز مثلا تذاكر معاهم شويه عربي كمان في اليوم، عايز تذاكر اما ده تمام ذاكر. بس انا قصدي ان مذاكرتك الكيمياء اللي هتكلم عنها ما تقلش عن 8 ساعات يوميا بس. ده انا عايزاه منك 8 ساعات يوميا كيمياء، 8 ساعات يوميا كيمياء الباب العادي، وهنحط مع كل باب ساعتين مثلا او 3 ساعات العضويه، خليهم 3 ساعات العضويه. يبقى هنذاكر 8 ساعات كيمياء العاديه و3 ساعات للكيمياء العضويه. تمام. دلوقتي يا شباب احنا مطلوب مننا نعمل ايه؟ زي ما قلت لكم 8 ساعات و3 ساعات، 8 لكل الكيمياء العاديه و3 ساعات للكيمياء العضويه، لانه مستحيل تاخد الكيمياء العضويه في يوم او تخلصها. تمام. هي محتاجه 3 ايام، ده اقل حاجه اصلا. تمام. فاحنا ان شاء الله هناخد الكيمياء العضويه على ال5 ايام بتوعنا. كل يوم هناخد جزء مثلا، انت قسمها على حسب ما انت تحب في ال5 ايام دول. كل يوم تاخد جزء، الجزء ده مثلا ما يقلش عن 3 ساعات زي ما احنا قلنا، تخلص فيهم كل اللي تخلصه. طريقتي في المذاكره عامه، طريقتي في المراجعه، او طريقتي لما اكون متاخره اسمع فيديو المراجعه. الفيديو المراجعه على فكره في كل بتقال فيديو الشرح، ما حدش يضحك عليك ويقول لك اسمع الشرح تاني. المراجعه هي نفسها الشرح ولكن مع تفاصيل اقل، تفاصيل اقل مش في الشرح، لا تفاصيل اقل في اللي هو عارفين الاتساع بقى والتعمق في المعلومه والشرح المفصل قوي قوي قوي. ده بس اللي بيكون في فيديو الشرح. لكن فيديو المراجعه هو نفس فيديو الشرح، ما حدش يقول لكم لا اسمعوا الشرح، لا هو المراجعه هو الشرح، انا بقول لكم اهو. تمام. فالمهم اسمع فيديو المراجعه، سرع الفيديو على 2. بعد ما تخلص المراجعه اكتب اهم النقط زي ما احنا قلنا برضه في الفيزياء. اكتب اهم النقط، اهم الكلمات اللي مستر بيأكد عليها او علامه بالهيئات في الكتاب. اقرا الدرس بسرعه، حل عليه. هناخد ان شاء الله كل يوم شابتر بقى على مدار 4 ايام، هنخلص 4 شباتر. تمام. طيب واليوم الخامس هنعمل فيه ان شاء الله؟ اليوم الخامس هو بقيه الكيمياء العضويه هناخدها بقى كلها كده ان شاء الله، نرجع عليها كلها ونحل. وفي اخر اليوم ال3 ساعات بتوع الكيمياء العضويه هناخد فيهم امتحان كيمياء نحله. تمام. يبقى انت كل يوم هتاخد باب كيمياء بلس جزء من العضويه في ال4 ايام لحد ما تيجي اليوم الخامس. لو اتبقى لسه جزء تاني في العضويه ما خلص خده بقيه اليوم، بعدين نحل العضويه كلها في ال8 ساعات الاولانيين. بعدين ال3 ساعات اللي هناخدهم ان شاء الله في اخر اليوم دول بتوعنا، ال3 ساعات دول
هناخدهم ان شاء الله كحل شامل على الكيمياء كلها. فبجد دي من اعظم الطرق تخليك ان شاء الله تخلص الكيمياء في وقت قليل. وسيبك من كلام الناس مش هتلحق وتتخلص، يا عم انت طاقتك محدش يعرفها غيرك، فانت ابذل كده واعمل كل اللي في وسعك عشان ربنا يكرمك، عشان ميبقاش جالك فرصه وفرصه عمرك وانت ضيعتها. فعشان ما نندمش، مش عايزين نندم، مش عايزين ندم يتخلل الى حياتنا ويبقى جزء من حياتنا. عايزين ان شاء الله كل حياتنا نجاحات وفرح وشكر وامتنان لربنا سبحانه وتعالى على اللي احنا قدناه وعلى كل حاجه مرت في ثانويه عامه ومرت في حياتنا كلها. فانت ما تيأس، ما تتعبش، ما تزعلش على اللي فاتك، ما تحاولش تبص لغيرك، خليك في نفسك، ركز في حلمك وركز في اهدافك وكمل يا بطل وربنا يكرمك باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.